في لحظة كده بتيجي في حياتنا تصحى من النوم وتلاقي نفسك بتعمل نفس الروتين، لكن الإحساس مش موجود، ومفيش نفس الحماس ومفيش نفس الطاقة ونفس الإحساس اللي انت اتحولت بيه من زمان. بتحس انك اتحولت لمجرد ماكينة بتنجز وخلاص، وده مش عيب. بس السؤال بقى، هل دي النهاية ولا في طريق تاني للشغف انه يرجع؟ فتعالوا نتكلم في الجزئية دي، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا في انتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الحلقة. انا فاكر واحد صاحبي كان شغال في شغل بيحبه، او على الاقل كان فاكر كده. مع الوقت والضغوط والشغل والمواعيد والتزامات الشغل بدأ يحس ان كل حاجة تقيل عليه. بقى بيصحى وهو عايز يخلص اليوم بأي شكل. ولما قعدنا نتكلم اكتشف انه بقاله سنين ما عملش حاجة لنفسه من غير ضغط او شروط. احيانا لما تقف السباق تقدر تسمع دقات قلبك بوضوح. وعلم النفس بيقول ان الشغف مش حاجة بتضيع فجأة، هو بيتاكل مع الوقت بسبب التراكم الضغط والالتزامات اللي اكبر من طاقتك. المخ لما يحس ان كل حاجة لازم تتعمل تحت ضغط يبدأ يربط النشاط ده بالألم مش بالمتعة. لما تفصل الألم عن التجربة ساعتها المتعة بتلاقي طريقها انها ترجع. واول خطوة انك ترجع تعيش التجربة من غير توقعات زي اول مرة، انك تجرب ترسم وتكتب وتلعب رياضة من غير ما تحاسب نفسك او تفتكر هتطلع النتيجة شكلها ايه. الاشياء الصغيرة اللي تعملها بحب بتكبر من غير ما تحس. وتاني خطوة انك تبعد عن المقارنات. الشغف بيتخنق لما تبص حواليك وتقول هم سبقوني. صدقني مفيش خط سير واحد للجميع، انت مش متأخر، انت بس بتاخد لفة اطول عشان تشوف المشهد الكامل. والفرق هنا انك لما تبطل تدور على الشغف ساعتها هو بيجيلك لوحده، لانك وقتها بتكون مركز على انك تعيش مش على انك تثبت حاجة لحد. وتالت خطوة انك تسمح لنفسك بالملل. اكيد دلوقتي بتفكر وتقول هو ايه اللي بيقوله دوت، وتقول بيسمح لنفسي بالملل ازاي؟ لكن اسمح لنفسك بالملل. في لحظات السكون المخ بيرجع يبدع، ويمكن تفتكر فكرة كنت ناسيها او تحس بطاقة جديدة. ده زي لما البحر يهدى وتبدأ تشوف اعماقه. وفي النهاية لازم تبقى عارف ان فقدان الشغف مش اعلان نهاية، هو مجرد استراحة محارب. وكل ما تعيش من غير ضغط كل ما تكتشف ان الشغف مش بيختفي، هو بس كان محتاج نفس ياخده. واللحظة اللي ترجع له فيها غالبا هتكون اقوى من المرة الاولى. وبس كده، وهنا بنيجي لنهاية حلقتنا، واتمنى الحلقة تكون عجبتكم، والى اللقاء في الحلقة القادمة.